سلام الله عليكم. تحية الإسلام أزوليتما سيدما التحية بالأمازيغية. قررت الجامعة الملكية لكرة القدم تعيين وليد الركراكي بالإشراف على تدريب المنتخب المغربي الرديف موازاة كعمله كمدرب للمنتخب الأول، وذلك من أجل المنافسة بقوة على بطولة كأس العرب التي ستحتضنها دولة قطر للمرة الثانية على التوالي في شهر دجنبر المقبل، وستشارك في هذه التظاهرة 16 منتخبا. وكشفت صحيفة العرب الجديد عن أن فوزي القجع رئيس لجنة المنتخبات يفضل تعيين وليد الركراكي لهذا المنصب الجديد لسببين، وهما معرفته الجيدة بمستوى غالبية اللاعبين المحترفين في الخليج العربي، بعدما أن سبق ودرب عددا منهم عندما كان مدربا للفتح الرباطي والوداد الرياضي. وأضاف المصدر ذاته: السبب الثاني يرجع إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه الناخب الوطني الركراكي برفقة المنتخب الأول بعدما وصل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر. واختتم المصدر ذاته أن هناك توجها لاستدعاء أسماء بارزة للمنتخب المغربي الرديف، خاصة بعد التحاق لاعبين بارزين بصفوف أندية سعودية وقطرية وإماراتية كبدر بانون وسفيان رحيمي وأشرف بن شرقي ومحمد فوزير وكريم البركاوي ومنير المحمدي وسفيان بونتيفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.